لو بقالك فترة بتحسي إن أنتِ بتنسي كتير ومش فاكرة أنتِ حطيتِ المفاتيح فين، أو دخلتِ المطبخ ونسيتِ أنتِ كنتِ داخلة ليه أصلًا، أو لو مش قادرة تركزي في شغلك وفي مذاكرتك ومخك دايمًا سرحان وكسلان، فالفيديو ده ليكِ. النهارده هاكلمك عن أكتر 5 حاجات ممكن تكوني بتعمليهم كل يوم وبيدمروا ذاكرتك واحدة واحدة، وكمان هاقول لك على خطوات علمية بسيطة جدًا تقدري ترجعي بيها تركيزك وتقوي ذاكرتك وتزودي قدرتك على الحفظ والفهم بشكل كبير جدا. خليكي معايا لاخر الفيديو علشان انا مش هقولك معلومات نظري، انا هقولك على حاجات هتفرق فعلا في حياتك من اول اسبوع لو بدأتي تطبقيها. وقوليلي في الكومنتس ايه اكتر حاجة دايما بتنسيها. هلو هلو، أنا آية بلال. المخ بتاعنا فيه شبكة من الخلايا العصبية، لما بنسمع أو بنشوف أو بنذاكر أي معلومة بتتسجل في الشبكة دي. بس علشان المعلومة تفضل محفوظة لازم الشبكة تكون قوية وسليمة وتوصل لبعضها بسرعة. وكل حاجة بنعملها كل يوم من أول أكلك ونومك وطريقة تفكيرك يا إما بتقوي الشبكة دي يا إما بتكسريها واحدة واحدة. أول كارثة من الكوارث اللي بتأثر على الذاكرة هي السكر الأبيض. السكر مش بس بيخلي الجسم يتخن، لأ، ده كمان بيضرب الذاكرة. كل ما تاكلي سكريات زيادة، حلويات وعصير وبيبسي، بيحصل التهاب في المخ. الالتهاب ده بيأثر على مركز الذاكرة وبيبطل التواصل بين خلايا الدماغ، ومع الوقت التركيز بيبتدي يقل والنسيان بيبتدي يزيد، وممكن يوصل مع السن المبكر كمان للزهايمر. طب الحل ايه بقى؟ الحل انك تبدأي تقللي السكر على قد ما تقدري، وتخلي السكريات بتاعتك من الفاكهة او يبقى عسل نحل طبيعي، بس طبعا بكميات بسيطة. ولو قدرتي تقطعي السكر خالص يبقى دي حاجة تحفة. تاني حاجة هي زيادة الوزن والكسل. كل كيلو زيادة في وزنك بيأثر على سرعة نقل المعلومات في المخ. الدهون الزيادة حوالين الأعضاء بتخلي الدورة الدموية أبطأ، وده بيقلل وصول الأكسجين والغذاء للمخ، فبتبقي دايما حاسة إنك مش صاحية أو حاسة إن دماغك تقيلة. الحل إنك تظبطي نظام أكلك وتحركي جسمك، مش لازم تمارين عنيفة جدا، لو بس تمشيتي نص ساعة كل يوم ده هيفرق معاكي فرق رهيب. وقبل ما أقولك إيه هو السبب الثالث، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. السبب بقى رقم 3 هو التدخين والأماكن المقفولة لفترات طويلة من غير تهوية. المخ بيتغذى على الأكسجين، وأول ما النفس يبتدي يقل سواء من التدخين أو إن الأوضة مقفولة أو حتى وضعيتك غلط في القعدة بتاعتك، الدماغ بتبتدي تحس بالخنقة. وكمان التدخين بيضرب الأوعية اللي بتغذي المخ وبيقلل قدرتك على الاستيعاب وإن انتي تفتكري، فابعدي عن التدخين على قد ما تقدري. ورقم 4 كسل الدماغ. زي ما الجسم بيضعف من قلة الحركة، المخ كمان بيضعف من قلة الاستخدام. لو اليوم بيعدي وانت مش بتتعلمي أي حاجة جديدة ولا بتحلي أي حاجة ولا بتفكري بشكل مختلف، المخ بيبدأ يتبلد ويكسل. وعلشان تحلي المشكلة دي، اقري ولو حتى صفحة واحدة بس من كتاب كل يوم، اسمعي بودكاست يضيفلك معلومة جديدة لو انت مش بتحبي تقري، أي نشاط تعمليه يحفز دماغك إن هي تشتغل وتركز. ورقم 5 السهر. المخ مش بيتجدد غير في وقت النوم، وخصوصا في أول 3 ساعات نوم بيبتدي يتنظف من السموم وبيبتدي يثبت المعلومات الجديدة اللي انت دخلتيها له. السهر بيقطع كل ده وبيخلي دماغك تبقى مشوشة تاني يوم وبتنسي أسرع. علشان كده الناس اللي بتفضل مطبقة لو عندها امتحان وما بتنامش خالص ما بتفتكرش كل الحاجات اللي هي ذاكرتها دي، وده لأن المخ ما خدش وقته في إن هو يريح ويحفظ المعلومات دي، فبتدخل من ناحية وبتطلع من الناحية التانية. ولو عايزة تنامي بسرعة ابعدي عن الموبايل تماما قبل النوم بساعة على الأقل، واشربي مشروب دافي قبل ما تنامي زي اليانسون، وممكن كمان تقري حاجة خفيفة تساعدك تهدي أعصابك وتقدري تنامي أحسن. وهقولك كمان على شوية نصايح يخلوكي تقدري ترجعي ذاكرتك وتزودي ذكائك أكتر. رقم 1 اشربي مية كتير. المخ أكتر من 70% منه مية.
قلة المية ممكن تعملك صداع ونسيان وخمول. ورقم 2 إن انتي تزودي الدهون الصحية في أكلك زي الأوميجا 3 اللي موجودة في السمك وعين الجمل وزيت الزيتون، ودي مهمة جدا 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 لأنها بتقوي المراكز العصبية اللي موجودة في الدماغ وبتسرع التواصل بين الخلايا. ورقم 3 إن انتي تقري أو تسمعي كل يوم معلومة جديدة. العلم المستمر ده بيحفز مخك يبني روابط جديدة، وده بيقوي لك ذاكرتك جدا. ورقم 4 إن انتي تمارسي رياضة حتى لو رياضة خفيفة، ممكن تتمشي، تجري، تلعبي زومبا، تروحي الجيم، كل دول بيزودوا ضخ الدم للمخ وكمان هيحسنوا من حالتك النفسية جدا جدا. ورقم 5 إن انتي تنظفي أكلك من الحاجات اللي بتضرب الذاكرة زي السكر، الزيوت المهدرجة، المقليات، الأكلات السريعة، كل الحاجات دي قلليها على قد ما تقدري، وركزي في أكلك على الخضار والفواكه والبروتين. في الفيديو الجاي هقولك على أقوى 10 أكلات بتقوي الذاكرة والتركيز وبتحمي المخ من النسيان، فما تنسيش تعملي سبسكرايب علشان يوصلك الفيديو الجديد أول ما ينزل. لو حسيتي ان الفيديو ده استفدتي منه بأي حاجة ما تنسيش تعملي له لايك، تعملي سبسكرايب للشانل، وشاركي الفيديو ده مع صحابك اللي دايما بيشتكوا من النسيان وان هم مش فاكرين اي حاجة وذاكرتهم ضعيفة. ولو عندك اي سؤال اكتبيهولي في الكومنتس وهرد عليكي على طول.